السلام عليكم. اليوم غادي نعاود لكم واحد القصه خطيره. واحد السيد نهار نوى انه يتزوج، صحابه اقترحوا عليه واحد البنت، قالوا لهم راه من اسره محافظه، راه متدينين كذا 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 كذا، راه خذها تزوج بها بلا ما يتصاحب معها، بلا ما يتعرف لها، بلا ما والو، لانه هي واحد الناس اللي معروفين زعما بشكل. صافي الدريه ظريفه كذا كذا زوينه، شافها وصافي، المهم ما تعرفش عليها وماشي عيب، ماشي عيب. المشكل هو انه فاش دخل عليها قال لك قسما بالله الا قال لك دخلوا تغبر. راكم فهمتوا؟ هو يقول لها اختي، قال لها راه انت مفوته اش هادشي. هي تقول ليه سير 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 راك هاي ما عرفتيش. قال لها كيفاش ما عرفتش وراه دخل كامل. هي تقول ليه لا 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 انت راه باقي ما وصلتيش لديك البلاصه، راه هاي ما عرفتيش. قال لها ما عرفتش، قالت لي ما عرفتيش. هو يدخل يده باش يتاكد، دخلت ليه يده قال لك حتى لهنا، بقى غير كيشوف. قالت ليه شوف راك غير ما عرفتيش، شوف فين كتدخلها، راه ماشي هذيك هي البلاصه، راك غير انت غير ما عرفتيش. بقى غير كيشوف. قال لك انا ديجا يا ربي تسمح لي فسدت وعاودت 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 تعييت، وصحابي هما اللي نصحوني قالوا لي تزوج بارك عليك من الفساد وكذا وكذا وكذا، وخذ بنت الناس وهذا وتزوج وتوكل على الله. هو يقول لها انا ما عرفتش. قالت لي ما عرفتيش. هو عنده شي 37 واقيلا ديك الساعه، وهي عندها شي 24 ولا 25 بحال هكا، المهم كتلعب في هذا العمر هذا ديال العشرينيات. مشى لعند خوتها، مشى لعند خوتها الغد ليه مشى لعند خوتها، قال لهم اجيو. قالوا لي شنو؟ قال لهم هاكين وهاكين. السيده قال لهم، وعندها 4 خوتها 4. قال لهم السيده راها مفضيه. قالوا لي تتكذب علينا، ما يمكنش كتكذب علينا. قال لي والله العظيم الا مفضيه. قالوا ليه بلاتي 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 نديوها لعند الطبيب. قالوا ليه نديوها عند الطبيب. مشات لعند الطبيب، مشات معاها امها واختها. وفاش دخلوا لعند الطبيب دخلوا اختها، قولبوه، دخلوا اختها في بلاصتها. دخلوا اختها، شافها الطبيب لقاها عزبه، داروا ليها عزبه. منين بغات تعطي لها كارت ناسيونال، عطاو لها كارت ناسيونال ديال البنت اللي مزوج بها هو. والبنت اللي دخلت تقلب اختها كيتشابهوا. غادي يكونوا دوروا شويه، المهم القضيه مقاده. جاب الورقه ولا كيقول هادشي واش انا مدخل يدي مدخلها حتى لهنا، ومدخله هو تغبر، وكيقولوا لي راه بنت، وعاطيني الورقه. شنو بغيت ندير بهاد الورقه انا؟ صافي بغى يحماق. صافي شافت هي و... وما قلت لكمش واحد القضيه. خوتو قالوا لي شوف انت يا دابا انت اللي بغيتي تفل عليها وبغيتي دير لنا ديك خاويه في عامره، الله وما تدخل سوق راسك وتدي مرتك وتمشي في حالاتك، نديروا لك ونديروا لك ونديروا لك. وخلعوه مزيان. وحيت هو يتيم ما عنده لا باه ولا مو، وعنده غير خدمه على قد الحال، وخواف بيني وبينكم، خاف. قال لك الصراحه انا خاف ورجع لعندها. رجع لعندها كمدها على قلبه، ورجع لعندها ودوز معاها الايام، عاش معاها. وبقات ديما بقى ديما في دماغه هذيك الشمته ديال النهار الاول ديال انه راه تقولب وداها مفوته وغمقوا عليه. صافي ولدوا الولد الاولاني، ولدوا الولد الثاني، ولدوا الولد الثالث. هو يدير لاباس. نهار دار لاباس اول حاجه فكر فيها هو انه يتزوج عليها، وفعلا تزوج عليها وخباها عليها، خبى عليها المره الثانيه، خبى عليها المره الثانيه حتى لواحد المره. وهذيك المره الاولانيه عاقت به، وكانت بعدا كتقول ليه قال لك انا علاش تزوجت عليها. قال لك ملي كنقول لها يلا ندخلوا لبيت الناس كتقول ليه ما فياش،
ما يدير. اليوم غدا بعدو بعدو بعدو، كتمشي لدارهم بالسيمانه وبالجوج وبالثلاثه، تمشي عند اختها الاخرى بالسيمانه وبالجوج والثلاثه، تجي لعندو زيدي دخلي نديرو شي حاجه، ما فياش، ما فيا ما يدير، دافعه عليه كبير. وواحد النهار وهو يقرر انه يتزوج، فاش تزوج عليها ما قالهاش ليها، ولكن من هي بدات كتشوف انه ما بقاش يدير، ما بقاش يقول لها يلا للبيت، هذيك يقول لها يلا للفراش، ما بقاش كيقولها ليها. صافي واحد المره وهي بدات تشك، قالت صقا ما بقاش كيقول لي، ما بقاش كيطلبني، وهي تتشك. ولا منين كيدير معاها شي حاجه مره كيديرها معاها وهو بحال اي بزز عليه، بلا بيدير لها خاطرها، ولا حتى هو كيتهرب وهذا تيقول لها انا عيان انا كذا كذا. هي تبدا كتشك وهي تتبعو، تبعاتو لقاتو داخل واحد الدار، داخل لها نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث، من تسول قالوا لي هذاك راه دار وهذيك راه مرات وهذيك. صافي عرفاتو تزوج، حيحات فقسات دارت هذا، ما قدرش ما سكرت والو، قال لها اي انا تزوجت. ملي شافت راسها هي اصلا عندها الدراري رضخات الامر الواقع. ولكن تخيلوا معايا اشنو اللي وقع. قال لك انا سببي في انني تزوجت هو انني كنطلبها وما كتبغيش. من بعد اشنو اللي ولا هي كتقول ليه كنتي عندها، هي كليتي عندها، هي درتو شي حاجه، ايوا حيد سروالك وزيد دخل للبيت، درتي معاها حتى انا دير معاها. ولات ولا كيدير ليهم النوبه، كيكون عندها دي يومين كيمشي عندها دي يومين، مشى هذه عندها نهار هذه عندها نهار، هذيك عندها 3 ايام هذه عندها يومين، المهم كيدير هكا وهكا. ولكن ولات هذيك الاولانيه ولات باغياه، ولات كتزيدو صحه للفراش، كتزيدو صحه لبيت الناس، ولات كتحيد لي سروال وكتقول لي نديرو دابا داكشي، ولا كيقول لها انا ما بغيتش ندير، كتقول لي لا نديرو دابا. كتحيد لي سروالو تهزو تحطو سميتو زعما دير معايا الصحه، ما يقدر يدير والو. اشنو اللي كنستافدو من هذا الشيء؟ هو انه داكشي ما تيدارش صحه، اولا ما تيدارش صحه وما كيدارش عناد. هذاك الشيء شي حاجه خارجه من دي سونتيمون، خارجين من اعماق القلب، ماشي شي حاجه اللي كتدار غير بزز ولا كلشي يقدر الانسان يمثل فيه الا هذاك الشيء شي حاجه غريزيه ما كنتحكموش فيها. هادشي اللي كاين. عندي انا شويه ديال التبرزيط، غتكونوا سمعتوا شويه ديال التبرزيط، معليش ما تديوش عليا. المهم هذه هي القصه ديال اليوم. غادي نبدا نبارطاجي معكم القصص ديالكم اللي بارطاجيتوهم نتوما معايا، غادي نبدا نبارطاجيهم وحده بوحده. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وبسلام عليكم.